السلام عليكم يا شباب. طبعا احنا النهارده هنقضي يوم عشوائي في المانيا. يا جماعه عايز اقول لكم ان معظم تصاميم البيوت هنا في المانيا والعماره بتكون تصميم مختلفه تماما. شوف هنا كانك بتلعب شطرنج، واحده هنا واحده هنا. يا حبيبي على الجو اللي بيمطر. عايز اقول لكم اصلا ان الجو من الصبح برد قوي. خلاص احنا في الخريف. الشتاء هنا هيبقى قارس جدا، درجة الحرارة لما تكون تحت الصفر ما بتخليش اي حد يخرج نهائيا. بس الحلو في الموضوع ان الشجر بدأ ياخد اللون الاصفر ويبدأ يقع كده، وبيخلي صراحة شكل الشوارع كده متزينة واخدة الوان حلوة قوي. اول مرة اجي الشارع ده والف بعربيات قليلة، اوبا بالراحة واحنا بنعدي. ايوه كده. المشكلة بقى ايه؟ الناس صحيت الصبح الجو كان حلو ومحترم، يعني شوية كان حر، لبست تقيل وخرجت، رجعت قلعت الجاكيت ولبست السويت شيرت ده، فجأة لقيت عمالة تمطر والجو أصلا بقى برد عن الصبح. فعادي مفيش مشكلة. دلوقتي قلت أنزل، والصراحة تصوير بقى فلوج النهاردة. هو أنا كده نزلت الشارع جاي على بالي أصور حاجة النهاردة لأن مفيش سفر النهاردة، فقلت ليه ما ننزلش الشارع بقى ونقضي يوم عشوائي مع بعض. لأن الصراحة كنت على أساس أسافر دولة النهاردة أقول لكم عليها بعدين، بس أجلت الموضوع ده خالص بسبب الطقس، وما كانش ينفع اصلا تصوير فيها لان الجو عمال يمطر زي ما انتم شايفين كده. ده لسه دي البدايه اصلا. زيز نعمل كده الزعبوط، احنا بنقول عليه زعبوط، مش كده بقى البطريق في الزعبوط، بس عادي احنا ممكن نمشي فيه كده. احلى حاجه في محل النضارات ده ان عشان يستقبل الزبون بيستقبله بطريقه مميزه الصراحه. شوفوا حطيت لنا سجاده يعني ايه حمراء، كاننا داخلين هالوود. اوه ماي جاد مع الفنان احمد محرم. ايه الهبل ده؟ بس الله شوف السجاده الحمراء حلوه، يستقبلوا الزبون بالسجاده الحمراء. بس سعر النظارات هنا غالي، يعني بيبدا من 100 يورو. اي نظام ماركتنج هنا في السوبر ماركت شوفوا يبقى بيضحي بالمنتجات بتاعته يحطها في الشارع، ولو الجو بيمطر عادي خليها تخرب يا حبيبي. اصلا اقل منتج من هنا شوف تلاقيه بيبدا يورو. الناس اللي بتحب مثلا الخياطه، تحب تتسلى كده بالحاجات ديت او تتفنن بالخيط ده، تعمل رسمات زي ما انتم شايفين، قطط، كلاب، حاجات زي كده، تلاقي هنا موجوده في تيدي. اي حاجه بيورو اهو. السوبر ماركت تيدي ده موجود في كل انحاء المانيا. فالصراحه موضوع لذيذ يعني. في ناس كتير هنا عايز اقول لكم كبار في السن، وانت راكب القطر اصلا لو رايح انت اي مكان هنا في المانيا بتلاقي كبار السن قاعدين ماسكين الخيط ده بقى، يعملوا شكل انسان، شكل شنطه تتشال بالايد، شكل تيشيرت، في اللي بيعمل لك بطريق، في اللي بيعمل لك هوت دوج. ما علينا. زاك دوغ فاس. شوف الفنسات الالمان التي لا اعرفهم. فلوجز. يس. احمد محرم. Willkommen aus Deutschland, ja? Ja. Sag mal, أحمد. Ahmed. حول Haula. العالم. العالم. Türke. Türke. Nur ihr seid hier Deutschen, beiden Deutsch. Türke, Deutsche, wir sind doch alle Menschen, weißt du? Ja. Okay, schreib mal da. Was soll ich schreiben? Nee, das ist doch auf. Kommt mit D. Dieses steht hier. Okay. Schönen Tag noch zusammen, ja? Ciao. Ciao. فنسات من كل مكان. تخيل شوف الشعب الالماني والله محترم يا شباب، زي مش كده عمال يمطر والزعبوط دلوقتي ايه. فالشعب الالماني شوفوا قمه الاحترام لما يشوفوك ماشي في الشارع يحبوا يتعرفوا عليك، ناس محترمه جميله. ها يا حاج، الكل لابس الزعبوط. هلو. حتى الست الكبيره ديت لابسه الزعبوط. شوفوا ديت سحبه. هاي لازم تخرج وتمشي الكلب بتاعها انها متبنياه. احنا فين رايحين انا ما اعرفش، انا قلت لكم انا بقضي يوم عشوائي، فانا في الشارع والجو عمال يمطر وهبهدل دلوقتي. احنا ماشيين دلوقتي في وسط الساحه. شوفوا الحمام اللي هو مسكت واحده دلوقتي تاخدها اعملها ايه، حمام محشي. الكاتدرائيه دي بقى لها سنين يعملوا ترميم فيها. الساحه ديت كانت حلوه، بتكون زحمه. شوف الكافيهات هنا قافله، محدش قاعد بره خالص. انا مش عارف انا ليه نزلت في الوقت ده اصلا. انا نازل قلت مش هلاقي مطر والواحد ياخد راحته في التصوير شويه ننبسط، بس شوف المطر عامل ازاي، اتبهدلت. ازاي تعرف ان انت ماشي في المانيا؟ دي بيقولوا عليها باوشتيلا، تمام؟ فلو انت مشيت في اي حته في مكان في المانيا وقلت باوشتيلا قدام واحد الماني هيضحك عليك، وكمان هيقول لك عارف لان باوشتيلا عندهم هنا بتطول، قالوا ممكن تطلعها ب3 سنين بالسنتين، وده كله عشان يطلعوا الحاجه ايه
يعني شغل بضمير، يشتغلوا كده من قلبهم مش عشوائي، ياخدوا الشغل يستلموه مثلا يخلص في يومين ولا بعد 3 ايام تلاقيهم خلصوه، وبعد كام يومين كده تلاقي ايه الشغل اتهد فوق صحابه. فهنا لا، شغل بضمير لازم يعيش طول ما طولت المده في البناء، طول ما المده ايه طولت على ما تتهد فوق صاحبها. عشوائيه صح. شوفوا ديت الكافيه او التريلا بيقولوا عليها. التريلا ديت بقى لازم علشان تمشي في المدن هنا بسرعه محدده، ما ينفعش يخالف السرعه ديت نهائيا، حتى على الاوتوبان الطريق السريع بيقولوا عليه برضه. الطريق السريع ده لما العربيات دي تمشي عليه برضه سرعه محدده، ولازم يريحوا عزيزي المشاهد. وكمان الشرطه الالمانيه هنا بتمشي على الطريق السريع تعمل كنترول، بتشوفهم اذا هم استريحوا ولا لا عن طريق كده الموتور او حاجه معينه. ولو لقوا نفسهم، لو لقوا الناس ديت ما ارتاحتش ونامت، عشان خاطر يعني ايه لو ما ناموش واستمروا كده طول الليل يمشوا بالتريلا ديت، فبيخافوا يعملوا حوادث يناموا، لان في بعض منهم بيناموا كده ويميلوا على الطريق الشمال الطريق اليمين ويعمل حوادث لا قدر الله. فالشرطه بتيجي هنا تشوف ريح او عمل استراحه ولا لا، ما عملش استراحه فبيخالفوه، بيعملوا له مشاكل كتير قوي. فعشان كده بيكون في رقابه على الطريق السريع ده شديده قوي. شوفوا يا شباب ده اسم الشرطه، تخيلوا ده اسم الشرطه، وده عربيات الشرطه بقى عندهم اللي هم بيقولوا عليه البوكس الكبسه اللي بيدخلوا بقى على اي حد. دي العربيات بتاعتهم بتكون مرسيدس بقى، بيكون شكلها حلو وحديثه. فهنا الصراحه تلاقي الشرطه هنا في كل مكان بتستجاب للطوارئ، يعني اتصل بيهم في اي حاجه تحصل مثلا، اتصل بيهم على طول اللي هو ايه فوق دماغك، وايه عشان خاطر يلحقوا الحادث ده قبل ما يكبر ويحصل خسائر وكده. فالشرطه هنا في خدمه الشعب. احنا دلوقتي كده ماشيين عشوائي نستكشف. شوفوا ده جاي من هولندا علشان يبيع سمك ولسه ماشي دلوقتي. يعني اتخيلوا في ناس بتيجي من بلجيكا ومن هولندا، واحيانا بلاهم كمان جايين من سويسرا في بعض الاسواق الشعبيه هنا، وبيعرضوا المنتجات بتاعتهم بقى من جبن اسماك الحاجات ديت. وتلاقي في اقبال كتير من المواطنين هنا اذا كان المان مهاجرين عشان يجربوا اكلاتهم المختلفه هنا. فتنوع الثقافي اللي موجود هنا الصراحه الالمان متقبلينه بطريقه كبيره قوي وبيحبوا حاجه زي كده. يعني انا اكتر حاجه بحبها لما اجي امشي في المكان ده مخصوص البيوت اللي لازقه ببعض ديت، وشايفين الاسطح بتاعتهم عامله ازاي. تلاقي كده مايل على الجنب والشمال بسبب المطر اللي بينزل، التلج اللي بينزل ينزل يسيح على طول يقع على الارض بدل ما يقع على دماغ الناس هنا لا يقع على الارض على طول، وتكون كده على شكل المثلثات. فبيتهم حلو قوي. بحب بيوت الريف جدا، بيوت الريف جميله الصراحه، عكس لما انت تمشي مثلا في المدينه وتلاقي بقى العماير والحاجات دي. فانت عايز تشوف بيوت مثلثات كده وشكلها جميل ونظيف، يبقى تيجي على الريف. هتدخل المدينه هتلاقي بيوت شبه بيوت ابو لهب. فايه يا معلم، مش هتلاقي بيوت نظيف كده حلوه زي هنا، عكس الريف. الريف جميل. شوف كميه الهدوء، وشوفوا بقى المطر لما ننزل ميه كتير مش هتلاقي هنا طين. شوف الكاوتش بتاع ابيض، بس نحط ده هنا عشان ايه ما تتبهدلش. المشكله كل ما اربط البتاع ده يفك. الربط عندي صفر، ليس عندي موهبه في ذلك. واو. امشي بالابيض هنا والجو بيمطر ياخد له وقت على ما يتوسخ. شوفوا الله شبه عباد الشمس. شوفوا الوردة عاملة ازاي، خليها زي ما سليمة، لا في حد هيجي يقطفها ويمشي ولا الكلام ده خالص. عايز اقول لكم ان الصراحه العشوائيات بحبها قوي في الفيديوهات، يطلع حاجات عفويه مضحكه، عكس لما تكون محضر للموضوع ده. انا عامل جدول تصوير بمشي على الجدول ده الصراحه، يعني جدول اسافر فيه وجدول اصور في المانيا، جدول اسافر، جدول اصور في المانيا. ومن العشوائيات ديت الصراحه ما بتكونش بقى ايه مضافه في الجدول ده. ليه؟ لاني كده بالمزاج عاوز انزل اصور عشوائيات على طول، ننزل نستكشف، ننزل نتسوق، ننزل نعمل اي حاجه. فانا قاعد في البيت اقول يلا يا احمد عشوائيه، يلا يا معلم عشوائيه، قوم تضرب لك فلوج على طول ايه في العشوائيات. شوف الكراسي ديت عاملينها ازاي عشان الناس تقعد عليها، خشب. وبعدين اصلا ديت ارياف، يعني مين هيسيب الدنيا كلها ويسيب بيته ويجي يقعد على الخشب هنا؟ مش عارف. بس يا جماعه برد المانيا سيء جدا والله، رغم ان الدفايات موجوده في البيت. بس عايز اقول لكم انت لما تصحى من النوم الساعه 7 الصبح وتعوز تيجي تخرج وانت تحت البطانيه، يا لهوي تبقى كده عامل زي البطريق ماسك في اللحاف، عايز تسيبه وتخرج بس مش قادر. ويا سلام بقى لما تيجي تسيب اللحاف وتيجي تخرج في عز البرد،
قسما بالله ما بتبقاش قادر نهائيا، بتبقى مجمد قوي. فانا احيانا لما اجي اصحى الساعه 7 الصبح عشان هصور، بعوز اروح ماسك البطانيه واخدها وخارج بيها. انا بحب جدا اصحى الصبح عشان التصوير بالذات، يبقى المود كده حلو. دايما بحب التصوير الصبح علشان خاطر بيكون النشاطات عندي حلوه كده، وايه كمان امسك اليوم كده من اوله. اصحى انام بدري اصحى بدري، ده احلى حاجه في الدنيا. بس اكتر شيء بقى الصراحه بيزعلني في الشتاء هنا، وبالذات لما ندخل في الخريف، لما الشجر يبدا يقرع كده. هو بيديك مظاهر حلوه لما يبدا يصفر، بس لما يقرع كده بيسبب لك اكتئاب. تحس ان الشجر عنده ايه، نقص في هرمونات السعاده بجد والله. تحس كده باكتئاب لما الشجر يقع وتلاقيها قرعه، بيبقى مزعج. انما لما تلاقي ورق الشجر اصفر وكتير يبقى حلو، تحس ان الشجر يشعر بايه، بهرمونات السعاده بدون يبقى عنده نقص. فالصراحه يا جماعه برضه بيخليك تحس بالاكتئاب والغيام ده ومطر وكده. فالناس كلها قاعده في البيت عشان ايه، ما حدش بيخرج اصلا، ما فيش اجواء ونشاطات. انا الوحيد اللي بره في الشارع عمال استكشف. شوفوا ده بيحب بروسيا دورتموند، بايرن ميونخ معلم عليها في كل مكان. عارفين دايما لما الانسان يحاول يسعد نفسه رغم الظروف اللي بيمر بيها، ولو حس بالاكتئاب، طول ما انت بتحاول انك تسعد نفسك صدقني هتعدي وهتمر بكل الظروف ديت بسلام. خليك كده متفائل، قريب من ربنا، امشي في الطريق الصح، هتوصل لكل حاجه انت نفسك فيها. هتفضل مكتئب هتلاقي الدنيا مقفله في وشك، انما لما تتبسط وتخلي املك في ربنا كبير في كل حاجه انت ممكن توصل ليها، صدقني هتلاقي كل حاجه ايزي ايزي يا عزيزي المشاهد. لكل مجتهد النصيب، ادي حكم بوش تيلا تصليحات. شوف كل خطوه، مش عارف بقى اذا الشارع ده مسموح نمشي فيه ولا لا اساسا، بس كميه نظافه مش هتلاقي عفر. وهنا دايما يكونوا ملتزمين، فمش عارف انا كده ماشي صح ولا لا. انا لقيت فتحه هناك، فطالما انا ماشي كده، طالما في فتحه يبقى مسموح لي نمشي. بس والله اعلم ده كان ابني، ده اصلا كان جامع. ده عايز اقول لكم كان جامع، وده اول جامع اتبنى في المدينه اللي انا عايش فيها. بعدين بقى لما قدم وفي جامع تاني فتح، بس بعد الهامر ده انا صورته قبل كده فيه. المسجد ده قفل طبعا لان محدش كان بيجي للاسف يصلي فيه. وبعدين ايه بقى، ما اعرفش الله اعلم هيتبني ايه، اذا تعمل سوبر ماركت هتعمل ايه ما اعرفش. هو تبع الاتراك في الحالتين يعني، بس يعني بقى في مسجد يعني ايه الحمد لله تاني نصلي فيه. الطريق مقفول زي ما قلت لكم، بس قشطه نعدي من هنا. دايما كده يقفلوا علينا الطرق وما نعرفش نعدي نهائيا، بس في حلول بديله. عايزين نعدي الشارع ده يا شبابز، سنركض دقيقه. المشكله طب خلينا نروح نعدي ان اشاره المرور احسن، هيقفوا علشان لو انا وقفت هنا دول بقى تحس انهم ايه صحابه باللهب، ولا واحد فيهم هيقف. زي كل مره لما عاوز اعدي محدش هيوقف، فخلينا نروح في اشاره المرور كلهم يحترموا المرور وعدي. يلا حبيبتي افتحي. بقول لك هنا بيتا دروكن يعني اضغط. مشكله تقول لك بيتا دروكن تفضل تضغط عليها تستنى اكتر من 3 4 دقايق لحد ما تفتح، وفي الاخر ما تفتحش. بس كميه الهدوء اللي موجوده في الشارع حاجه هاديه وحلوه. خلينا نروح على الماركت ده اسمه يافول. يا جماعه عايز اقول لكم ان الماركت ده مشهور في كل مكان. نخش نجيب بس من عنده عصير ونخرج، موجود في كل حاجه. خلينا نخش نشوفه. الصراحه يا جماعه دي طعمها حلو قوي، بيعملوها شوربه. مره واحد صاحبي عملناها انا وهو شوربه، فكان طعمها حلو قوي. شوفوا بدايه الماركت اللي هنا عامله ازاي، بيع كل حاجه انت ممكن تحتاجها. وات زيس احلى تنقل للهالوين. فين العصير؟ عمال نمشي في قسم الشوكولاتات والحاجات دي اهو. هنا كده العصير، بس في نوعيه عصير انا بجيبها من هنا حلوه قوي. خلينا ندور عليها. اين العصير؟ ده كله انرجي ملناش في الحاجات دي، احنا بندور على عصير طبيعي. ساعتين على ما ادور على حاجه. ما علينا، مش لاقي نوعيه العصير دي، فخلينا نجيب عصير برتقان. خلينا نجيب كوكتيل احسن، نجيب اخر واحد عشان ده شكله واقع وطلع عين امه. فهناخد واحد من ده وسعره عامل 79 سنت. 3 من اصدقائي كانوا يحكوا على الناس ربنا سخطهم هياكل عظميه. فين الحساب؟ الى يوم الحساب. حاسب فين؟ ايوه هنا الكاشير، تلاقي هناك. هنا حاسب بالكارت 79 سنت.
عايز اقول لكم انك تحاسب بالكارت هنا على اي مبلغ انت هتحاسب عليه عادي. انا الصراحه ما جبتش معايا كاش فحسبت بالتليفون، بس شكله وحش لما تحاسب 79 سنت الصراحه بالكارت. يعني اكتر حاجه يعني بعظم لما تقول لك ايه لازم تقول لك ايه تشتري 5 يورو ب 10 يورو الكلام ده. لا يا حبيبي هنا ب 79 سنت وحاسب زي ما انت عايز. احلى عصير ولا ايه؟ بسم الله. طعمه عامل زي عصير البيست، بس عايز اقول لكم ان تحس انك انت اصلا بتشرب ميه ما بتشربش عصير، بس يعني ماشي حلو. بصوا معظم المراكب دلوقتي بدأت تستغل الفرصة ويحطوا عندهم شحن عشان خاطر يشحنوا بقى العربيات الكهربائية هنا. الصراحة دي بدأت تنتشر بشكل رهيب وكمان متطورة وحديثة. شوف هنا تلاقي اللغة، وهنا كمان بيقول لك آخر حساب. الصراحة موضوع حلو قوي، والمانيا بدأت تدعم كمان نقطة انك تشتري عربية بالكهرباء وتمشي بيها هنا في المدينة، وده بيساعد يعني ايه البيئة وكده ما بيلوثهاش. شوفوا هو ده المسجد اللي انا كلمتكم عنه الوحيد اللي موجود في المدينة، اللي عشان التاني قفل او هدوه ويبنوا حاجه تانية مكانه، فبقى هو ده المسجد الوحيد اللي موجود عندي في المدينه. فالصراحه انا عايز اقول لكم ان معظم المساجد اصلا اللي موجوده في المانيا او في اوروبا بشكل عام من بناء الاتراك كتير قوي. يعني انا ما شاء الله معظم المساجد اللي بدخلها هنا تلاقي التراث المعماري التركي. وات از شوفوا ثلاجه اهي، يمكن عشان كان في هوا شديد النهارده الصبح، بس مستحيل يعني الهوا اللي يوقعها، يعني هم رامينها كده. شوف التلاجة عامله ازاي يا جماعه، مرميه كده. هي لهوي اصلا يمكن شغاله يمكن مش شغاله. ده الفريزر اللي فوق طلعان عين امها، محتاجه تاخدها توديها المغسله ايه ويغسلوها لك. اصلا تمشي هنا في المانيا تلاقي حاجات غريبه عجيبه مرميه في الشوارع، وديت لما يكون الناس الجيران مش عايزينها يقول لك ايه لا نخلي اللي عايزين ياخدوها ويستفادوا منها ياخدوها ويستفادوا، بدل ما يروحوا يرموها في مكان مخصص كده وبيعوزوا يوفروا على نفسهم، بدل ما يأجروا عربيه وحاجه زي كده فيرموها في الشارع الناس تيجي تستفاد. سلام عليكم بروده، اتراك منتشرين في كل مكان. فما علينا، احنا كنا بنقول ايه، فيرموا الحاجه ديت في الشارع بدل بقى ما تكاليف بقى يدفعوا يأجروا عربيه ويدفعوا لها فلوس وحاجه زي كده. ممكن يدفعوا برضو للبلديه 30 يورو او مبلغ معين، والبلديه تيجي تشيل العفش ده وتوديه برضو مكان مخصص تبع البلديه. وفي بقى اماكن المخصص اللي بيرموا فيها العفش ده ممكن الاماكن دي تاخدها وتعرض العفش ده للبيع او توزعه مثلا على الهايمات ديت اللي بيكون مراكز اللي بيقعدوا فيها اللاجئين. شوفوا رغم ان البيت ده بيتعمل له صيانه بس مش هتلاقي اي طوب واقع على الارض. بيكونوا حذرين جدا ان الحاجات دي تقع على الارض عشان ما حدش يتعور. بيقول لك هنا في وزشت داخ اربايت، معناته ان خد بالك في داخل اللي هو السطح اللي فوق ده بيشتغلوا فيه عشان ما فيش اي حاجه تقع فوقك برضه، فبيحذروك. فالصراحه حاجه ممتازه. معلومه بسيطه حابب احكيها لكم، في هنا بعض الجراشات لما انت بتيجي تأجر شقة من هنا فانت ممكن تأجر مكان مخصص تركب فيه العربية بتاعتك من المؤجر صاحب العمارة. فده الصراحة بيكون مكان مميز جدا، لان انت هنا عشان تركن عربيتك في جراج هنا الصراحة بيكون له تكاليف عالية. وفي بعض الاماكن بيكون مسموح بتشتري حاجة كده من البلدية لمدة سنة بتحطها على العربية، بحيث الاوردنس امت اللي هم الناس اللي بيمشوا يعملوا كنترول كده دول عشاق ان يدوا غرامات لاي حد واقف غلط او مش حاطط او مش ظابط الساعة حاططها على العربية، ولو انت عملتش كده بتدفع غرامة على طول. فهنا لما تكون واخد شقه وفي جراج تركب فيه العربيه لو هتدفع زياده شويه مع الايجار ده فيكون افضل بكتير، لان انت كده كده هتدفع المبلغ ده اصلا لو مفيش باركنج تركن فيه ببلاش. عايز اقول لكم ان المحلات الصينيه والتايلاند والاسيويه بدات تنتشر هنا بشكل كبير جدا. عايز اقول لكم اصلا معظم الالمان هنا بيحبوا جدا الاكلات الصينيه. وشوفوا برضو مكاتب السفر هنا تلاقيها برضو موجوده في كل مكان في المانيا، وديت هدفها برضو ان تعمل فرص كده حلوه لكل الناس اللي حابه تسافر ويعملوا لها ايه تخفيضات. عارف ان في ناس ممكن تقول لك لا ما انا ممكن اخش احجز لنفسي بسعر ارخص واخد الطياره واسافر. لا، انت لو فكرت فيها بقى الصراحه المكاتب بتاعت السفر ديت بتجيب لك تخفيضات حلوه قوي. زي مثلا عزيزي المشاهد ممكن تاخد لك طيران مع فندق بمبلغ رمزي او معين كده، عكس اللي انت اصلا بتحجزه. انت بتحجز الطياره ولما تيجي تحجز الاوتيل وجيت بصيت للمكتب كان يحجزهم لك بكام هتلاقي انت اللي خسران. فالصراحه انا بشوف ان مكاتب السفر هنا في المانيا بتعمل تخفيضات حلوه قوي للناس اللي عايزه تسافر هنا. ولا مره سالت نفسي ديت بتاعتي اصلا. كنت طول الوقت افكر ان لما المطر ينزل يخرج الميه من هنا وتنزل على الموتور، بس ما كنتش باخد بالي من الفتحات ديت اصلا ان مستحيل الميه اصلا تدخل فيها وتنزل الناحيه الثانيه لان كلها خرام. ولا مره قرأت عن المعلومات ديت الصراحه. ده واحد من الشوارع الجميله اللي بمشي فيها الصراحه لما وقت الشجر كله يبدا يصفر. هبقى اصور لكم الشارع ده هيبقى عامل ازاي. هو دلوقتي هو اخضر
خلينا نصور يبقوا شايفين قبل هيبقى عامل ازاي، وان شاء الله لما نيجي نصور تاني ويبدا يصفر هبقى اوريه لكم، هيبقى شكله خرافي. شوفوا حتى المحلات هنا، في بعض المحلات بدات تنقل اصلا من المدينه ديت بسبب ان ما فيهاش نشاطات. فالمحلات ديت لما تفتح مثلا وتلاقي نفسها بتخسر، بتدفع ايجار كتير ومش عارفين اصلا يدفعوا الايجار ده من الربح اللي بيربحوه من الناس، لان الناس اصلا ما بتجيش تشتري عندهم، فبيقول لك لا احنا فاتحين ليه في المدينه واحنا بنخسر ده، فيقولوا احنا لا هننقل على مدينه ثانيه كبيره يمكن نلاقي فرصه للربح اكبر بكتير. فهنا المدينه عشان صغيره ما فيش محلات كتير اصلا بتستمر فيها، الكل للاسف بدا يقفل. شوف هنا هتلاقوا خياط تركي خد بناطيل جينز، خد جواكت، تيشيرتات، كل حاجه، حتى هنا مرسوم علامه الخياط. بس عايز اقول لكم ان الصراحه اسعارهم حراقه. تيجي تخيط قطع صغير في البنطلون هنا، قطع صغير قد كده ممكن يدفعك 10 يورو على القطع ده، وانت اصلا لو جايب البنطلون ب 30 يورو فانت دفعت 10 يورو زياده. خلينا برضه اديكم معلومه حلوه، لو انت اشتريت ايفون اي تليفون هنا وخايف ان يتكسر، انت تقدر تامن على تليفونك تامين شامل. من حيث عزيزي المشاهد، لو التليفون ده وقع منك واتكسر، فانت بتقدر تروح للتامين اللي انت مامن يعني تليفونك عليه، تقول لهم تليفوني كذا 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 اتكسر، لا بيدوك حق التليفون او بيصلحوا لك، لو ما بيصلحوش فبيجيبوا لك تليفون جديد. فالتامين الصراحه دي حاجه خرافيه، انصح انك تعمل تامين للتليفون وبتدفع له مبلغ كده رمزي شهريا. اكتر حاجه عجباني علبه التونه ديت، مواصفاتها حلوه والله يا جماعه. تعرفوا ان معظم العربيات ديت ما ينفعش تمشي على الطريق السريع، لو هي بتمشي اقل من 50 كيلو في الساعه. خلينا نروح على البيت، لان الصراحه عايز اقول لكم ان ايدي بدات تحمر وهبقى شبه الديك فريزر. خلينا نروح نتدفى في البيت احسن. هنا نشوف الجوابات، بسم الله الحمد لله. طبعا كل الجوابات ديت مفتوحه، بس انا الصراحه يعني مكسر انضفها لاني اعلانات. كتبت 1000 مره ما تحطوش اعلانات في البوست، فيحطوا برضو اعلانات في البوست. عايز اقول لكم لما الواحد بيوصل البيت بيكون مبسوط جدا، فعلا الدفى والحنان اللي انت مش هتلاقيه في اي مكان. تقعد في البيت تتدفى احسن ما تخرج في البرد ده الصراحه. في بقى شواوز الصراحه بيقولوا لي دايما ان احمد انت تملش انك تعيش لوحدك. عايز اقول لك يا جماعه انا خلاص اخدت نعيش لوحدي، انا بقى 14 سنين في المانيا، فانا شايف ان راحتي اني اعيش لوحدي افضل بكتير لما اكون عايش مع حد يعني من اصدقاء او كده بيشارك حياته كلها معاك. يعني انت مثلا ما عندكش خصوصيه تروح تخرج وترجع البيت تاني جايب له اصدقاء او قاعدين معاه مثلا، بيطبخ اكل ريحته استغفر الله العظيم، بيعمل حاجات مش هتبقى شبيه لعاداتك وتقاليدك بمعنى الكلمه. فمن الافضل انك تقعد لوحدك وتعيش لوحدك ويكون عندك حريه كامل خصوصياتك، عندك غرفه لوحدك، عندك بيت لوحدك، شقتك لوحدك، تطبخ لوحدك، ترجع البيت بتاعك هتلاقي كل حاجه انت سايبها زي ما هي، مش هترجع تلاقي حد لاعب فيها. علشان كده الصراحه انا بشوف اني عايش لوحدي هنا في المانيا افضل بكتير. يعني الواحد بيبدا ايه ان شاء الله يتجوز قريب وانت الحلال تسليهم كده، يعني كمل نص ديني يعني. احبكم انا يا شباب والله. عارفين الصراحه ان الشقه ديت انا سايبها فاضيه علشان في مفاجاه قريب جدا ان شاء الله بعدين هتحصل، هتعرفها بعدين. انا مش عايز اجهزها لحد دلوقتي، انا نضفتها كل حاجه وكنت عايز اجهزها، بس لما عرفت ان في فجاه هتحصل قريب جدا ولازم اشاركها معاكم قلت لا خلاص بستنى، وان شاء الله لما ربنا يقرب المفاجاه ديت ساعتها بقى هنبدا نخلي غرفة النوم ديت كاملة والشقة كلها، لأن الصراحة الشقة فاضية، ناقص نجيب سجاد وعايز أجيب عفش كامل. كل ده طبعا جديد لانج. عايز أقول لكم أنا خدت وقت لحد ما أركبه الصراحة، وبس شوفوا في كركبة وكل حاجة لما مرميها في الأرض، فلسه بنضف فيها، وكل ما انضف فيها برضه بهدلها هتلاقي لبس في كل مكان. كده وصلنا لنهايه الفلوج العشوائي. زي ما قلت لكم الفيديو ده الصراحه جه في بالي كده، نزلت اصور عشوائي، ما كانش في جدول التصوير نهائيا، نزلت كده من دماغي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، كان خفيف بسيط عليكم. شوفوا بدايه جديده، مع السلامه.